السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون بمشيئة الله تعالى على أيام فضيلة ومباركة، فيها يوم من أعظم أيام الدنيا، ألا وهو يوم عرفة. كما أن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة خير من 1000 شهر، ألا وهي ليلة القدر. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر وثواب من يعمل أعمالا صالحة في هذه الأيام، عندما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وقد يقول قائل: أيها الإخوة، ما هي الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نعملها في هذه الأيام المباركة؟ الأعمال الصالحة كثيرة أيها الإخوة، لكنها تحتاج إلى إخلاص في النية وصواب في العمل. فالمحافظة على الصلوات الخمس بفرائضها وسننها وأذكارها، وخاصة في المسجد وفي جماعة، من الأعمال الصالحة. وقراءة القرآن وتدبره من الأعمال الصالحة. والإكثار من ذكر الله تعالى كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة. والإصلاح بين الناس من الأعمال الصالحة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الصالحة. والصدقة على الأقرباء والفقراء والمساكين من الأعمال الصالحة. وبر الوالدين والإحسان إليهما من الأعمال الصالحة. والتوبة النصوح في هذه الأيام الفضيلة من الأعمال الصالحة. وصلة الرحم من الأعمال الصالحة. وصيام هذه الأيام 9 من الأعمال الصالحة. وترك الغيبة والنميمة وأكل الحرام والغش والخداع والمكر والظلم والأذى من الأعمال الصالحة. والإحسان إلى الناس وإلى الأقرباء وإلى الجيران من الأعمال الصالحة. وستر الناس وعدم فضح الأعراض من الأعمال الصالحة. وكظم الغيظ والعفو عن الناس
من الأعمال الصالحة، وعيادة المريض واتباع الجنائز من الأعمال الصالحة، وجبر خواطر الناس وخاصة الأقرباء من الأعمال الصالحة. وكل عمل يقربك من ربك فهو من الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة كثيرة أيها الإخوة، كما قلت لكم لا تعد ولا تحصى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون أعمالا صالحة في هذه الأيام الفضيلة. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.